شنو كيوقع علميا؟ فالجسم في صيام رمضان تفسير مختصر ومفيد. فصيام رمضان منين كيدوزوا تقريبا 12-16 ساعة بلا أكل، كيهبط مستوى الإنسولين، وهذا الشيء كيعاون الجسم يحرق الدهون بدل السكر، كيوقع تحول فمصدر الطاقة، والجسم كيبدأ يعتمد أكثر على الدهون. الكبد كيصنع الكيتونات وهي طاقة بديلة مفيدة للدماغ والتركيز، كترتاح المعدة والأمعاء وكيوقع تنظيم أفضل للهضم، كتتحسن حساسية الإنسولين، وهذا الشيء مفيد لتنظيم سكر الدم. بعض الدراسات كتبين أن الصيام المنظم يقدر يدعم عمليات إصلاح الخلايا بشكل طبيعي. الصيام في رمضان ماشي غير عبادة، بل حتى فرصة لإعادة توازن الجسم إذا كان بتغذية صحيحة. صيام رمضان كيخلي الجسم يدخل في مرحلة تنظيم طبيعي للطاقة والهرمونات، من خفض الإنسولين إلى تحسين حرق الدهون وتنظيم السكر وحتى دعم التركيز. السر هو فطور متوازن، تقليل السكريات، شرب الماء بكفاية، نوم منتظم، تنبيه الأشخاص المصابون بالسكري، فقر الدم أو أمراض مزمنة خاصهم يستشيروا الطبيب قبل اعتماد أي نظام صيام خاص.